بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وإن شاء الله معانا فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. ده بقى معانا روتين حلو كده من روتينات أم إياد، روتين يوم السوق. يلا بينا بقى، محتاجة دعمكم ومحتاجة لايكات كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل إن شاء الله والقناة تتشاف بيكم ومنورين كلكم. هنبدأ بقى الفيديو. طبعا انا نزلت السوق في اليوم ده، يعني انا مش من هواة السوق ونزول السوق، يعني انا بنزل كده كل فترة بجيب حاجات تكفيني، يعني 15 يوم، 10 ايام، 20 يوم، زي ما تكفي يعني. فنزلنا بقى طبعا السوق عشان كنت فعلا شطبت كل حاجة. كلنا عارفين البصل راح في داهية اليومين دول. انا جايباه، يعني ده روتين الاسبوع اللي فات، كنت جايبه البصل ب40 جنيه. جبت بقى طلباتي كلها، جبت البطاطس. انا بحب دايما حاجة السوق او حاجة التلاجة وحاجة اللي هي الستاند بتاع البصل والبطاطس يبقى دايما مليان، يعني بحب حاجتي تكون موجودة في البيت. يعني هقوم النهاردة يبقى عندي مثلا كرم ربنا علينا، يكون عندي مثلا فطاري وغدايا، ويكون مثلا لو هعمل عشاء بالليل او الغدا اللي هيتفضل هنتعشى منه بالليل. فبحب دايما تكون حاجتي عندي. فبحب ان انا اجيب كذا اكله او كذا حاجه تفضل في التلاجة. فجبت كل حاجتي في اليوم ده، وبحب اجيب لي هي الحاجه بقى بزياده. يعني مثلا بحب اجيب الجزر، حاجه السلطه. الجزر ممكن ينفع معايا في حاجات كتير، اعمل سلطه ادخله في عدس. فدايما ببقى عيني على الحاجات المهمه والاساسيه، لما بنزل السوق لازم اجيبها، ان هي فعلا بستفاد منها في حاجات كتير. وطبعا كلنا عارفين ان الاساسيات عندنا مهمة، ان مفيش اكلة بتخلى من طماطم، مفيش اكلة بتخلى من بصل. لو عندك مثلا بتنجان، هتقومي تعملي بتنجانية كده مع حباية بطاطس مع حتة جبنة، هتقدري ان انت تفطري. فزي ما انا قلت لكم ان اليومين دول يعني الدنيا غالية، فلازم نقتصد ولازم نمشي امورنا على حسب ميزانية بيتنا او مصاريفنا. فربنا يديم نعمته علينا يا رب ويحفظها من الزوال. لو انت لسه معايا لحد هنا، ما تنسيش تعملي لايك لاختك واشتراك في القناة. ولو قناة كده شفت الفيديو ده او لمحت قناتي وعجبتك، خشي كده خديلك لفة، هتلاقي اكيد فيها فيديو هيعجبك. اكتبي لي تعليق حلو منك، عشان فعلا التعليقات الحلوة بتحفزني جدا يا بنات. يا رب في اخر السنة اللي ما حققش امنية بتمناها او كان نفسه في حاجة ما وصلهاش، يا رب على السنة الجديدة يحققها. يعني انا كل سنة بتدخل عليا بتمنى ان قناتي تكبر، وقناتي تبقى من القنوات اللي هي مشهورة وكده. طبعا انا قناتي كلها روتينات وطبخ، بس انا بطلع بصوتي بس، مش بطلع صورة يعني. مش بطلع وانا بتكلم. انا بطلع بصوتي بس، وان شاء الله هكمل في القناة بصوتي بس. فلعله خير يا رب، ولعله كده القناة بتاعتنا تتشاف ويبقى ليها جمهور في يوم من الايام، والناس تحبني زي ما انا. يعني مش لازم ان انا اظهر ان انا يبقى ليا جمهور، لا، ممكن ان انا افضل برضو مكملة بصوتي، بس الناس تحبني برضو على طريقتي دي. كان عندي طبعا فلفل اللي هو الشطة وفلفل اللي هو الرومي. فانا ما جبتش بقى اي انواع فلفل تاني، قضيتها بالفلفل اللي عندي. يعني جبت النواقص، وبرضه قلت مش هجيب حاجة زيادة او حاجة احطها في التلاجة ممكن تبوظ وتترمي. بدأت بقى انقل كده الحاجة من الشنط بتاعة السوق، وبدأت ان انا ارتب بقى تلاجتي. طبعا بقوم مسحة الرفوف كده مسحة، وبعد كده برص حاجتي على النظافة. جبت طبعا من استفندي، كان سعره كويس، فقمت جايبه 4 كيلو. كلنا كان عندنا برد، وانا كمان لسه يعني البرد مأثر معايا. بعتذر على صوتي، ان هي فعلا دور البرد اليومين دول يا بنات صعب جدا. انا جالي ويعني ما راحش، ارتحت شوية ورجع جالي تاني. في اليوم ده برضو جبت فرخة، وجبت بانيه زي ما انتوا شايفين كده. يعني لميت بقى كل حاجتي كده من حوالين السوق، من عندي بتاع الفراخ، بتاع الخضري، الفاكهة، كل حاجة كده. جبت بقى شوية خضرة بلدي كده وشوية سبانخ كده من الناس اللي هي الفلاحين دول، ربنا يبارك لنا فيهم يا رب. عشان احنا فعلا كلنا فلاحين، ولاد فلاحين، مش عارفين احنا من غيرهم كنا هنعمل ايه. ان هي فعلا الخضرة والحاجات دي بالذات اما بتاخدها من الناس اللي هم بتوع الارياف دول او الفلاحين زي ما بيقولوا كده، بتبقى حلوة قوي. يعني دايما اسمع يقولك الخضرة والحاجات دي بيبقى ريحتها حلوة، اللي هي الحاجات اللي مش متربطة، لا، اللي هم بيبقوا جايين كده وتقولي لها بقى انا عايزة مثلا ب3 جنيه خضرة، ب4 جنيه خضرة، عايزة ب5 جنيه سبانخ، زي ما انت عايزة يعني. فانا جبتهم من ست كده الله يبارك لها. الحاجة كانت قاعدة بيها كده على الارض، بسم الله ما شاء الله، شكلها حلو قوي يفتح النفس ان انت تاكليها كده حاف. فانا من هواة السبانخ القصيره دي، بحب قوي السبانخ اللي هي بتبقى قصيره ومخضره كده ومن فوق كده لونها احمر وحلو. فجبت سبانخ وجبت خضره منها. طبعا انا خدت الخضره اللي انا محتاجاها اهي. اللي في الطبق دي هنقول لكم هعمل بيها ايه دلوقتي.
انا ظبطت كل حاجتي، يعني وقفت كده ظبطت كل حاجتي. شايفين السبانخ قصيره وزي العسل. الناس القصيره بقى كده اللي بيحبوا السبانخ القصيره زي كده يجمعوا بقى في الفيديو. واحط برضو معاها الخضره في كيس نضيف، او خرجي بقى منها الهواء عشان لو قعدت معاكي اسبوع في التلاجة هتقعد. انا ما بحبش اقطع السبانخ قبل ما بغسلها، لا بغسلها وبعد كده بقطعها، عشان السبانخ يا بنات لو اتقطعت قبل ما تتغسل بتفقد كل الحديد اللي فيها. السبانخ لازم تتغسل الاول وتتنقع وبعد كده قطعيها عشان يفضل الحديد محافظه على الحديد بتاعها. كنت جايبت كمان بصل اخضر، الشتا بقى لزوم البصل الاخضر، وكمان بقى البصل الاخضر مع العدس. بس طبعا عشان انا تعبانه اليومين دول وكان ولادي تعبانين فانا خايفه اعمل عدس. كلنا عارفين ان العدس من الاكلات اللي بتظهر البرد، فانا قلت ايه لما نشم نفسنا كده. يعني انا كنت بستنى الشتاء عشان العدس، تقريبا كنت كل اسبوع بعمل اكلة عدس. بس الشتاء ده فعلا داخل علينا بتعب. انا بقول لكم مش قادره افوق من دور التعب، بفوق وارجع اقع تاني، وبالذات ان هو جايلي على صدري جامد، يعني مش قادره. فلا عارفه اعمل عدس ولا عارفه اعمل اي حاجه. نضفنا كمان يا بنات زي ما انتم شايفين البصل. قلنا بقى اللي احنا هننقع الخضره دي عشان هقول لكم هنعمل بيها ايه. هنعمل بيها ايه؟ طبعا جبنا بقى كرومبايه، ما دام رحنا السوق يبقى لازم نجيب كده بقى كرومبايه حلوه. نمشي بقى بيها اليوم. ما هو معنى ان نزلنا السوق يبقى كرومبايه، وانا بحب يوم ما اجيب الكرنب يوم ما اعمله، مش بحب اللي انا اركنه او يدبل مني. فقلنا يلا بقى ايه. كان ساعتها كمان عندي صلصه في التلاجة جاهزه. يعني انا لما بجيبه بعمل محشي بعمل صلصة، يعني مرة اعمل محشي وتاني يوم يكون عندي صلصة تاني مرة يعني. فكنت عندي صلصة كتير في التلاجة، فقمت جاية بقى شايلها كده وقلنا ايه نعمل بها الكرنباي. فممكن جبتها عشان انا عندي اصلا صلصة، فمش هحمل هم ان انا هعمل صلصة محشي. سلقنا الكرنبايه بقى، كلنا بنعرف نسلق الكرنب كده في ميه سخنه وشويه ملح وشويه كمون. وهنزل بقى اسلق الكرنب بتاعي. سلقته عملت معايا حله زي العسل. وكمان غسلت الفراخ ونقعتها. يعني هو يوم السوق بيبقى يوم متعب، بس انت بتحضري حاجات كتير وبتجهزي حاجات كتير، بتسيبيها كده تحت ايدك. بتيجي بقى بعد كده تسحبي كله من التلاجة ومتحمليش هم حاجه. غسلت البانيه بقى وشطفته، وهبدأ ان انا كده بحب ان انا احط حاجتي في الاطباق الفويل دي وهشيلها في التلاجة بقى. اكلة بانيه وقت ما هعوز اعملها هتطلع على التتبيل وعلى القلي على طول عشان هي نظيفة وزي الفل. انا في اليوم ده جبت فرخة. عملت اللي هم الصدرين مع المحشي، والوركين شلتهم قلت نعملهم في اي حاجه. احنا في البيت مش من هواة الفراخ قوي، وعندي ولادي ما بيحبوش الفراخ. فقلت بدل ما اعمل الفرخه كلها وترجع تزيد وما بتتاكلش، ان هما بيحبوا اللحمه اكتر، فبنعمل اللي هي نص الفرخه بتخلص على الطاقه، وبعد كده ممكن اعمل نص فرخه تاني. هما مش من هواة الفراخ البيضه، فانا مش بطبخها، يعني مش بنحبها قوي، بس اهي يعني تغيير في الوجبات. انا طبعا بقى كان عندي سمنه بلدي، ففرصتي مادام عندي سمنه بلدي يبقى هشوح الفراخ. تشويحة الفراخ كده مع البصل والطماطم وشوية الفلفل الاسود، ونحط بقى فصين حبهان مع ورقتين لورا، هتودي الشوربة معاكي في حتة تانية. يعني انا فعلا بعشق وجود السمنة البلدي في البيت، بحس ان بيتي فيه خير. انا معرفش، يعني اساس البيت واساس اي بيت سمنة بلدي. انا اتربيت على كده وطلعت على كده، وبحب قوي السمنة البلدي في البيت. بحس فعلا ان فيه خير، وبحس بطعم الاكل بالسمنة البلدي. فما دام عندي سمنه بلدي بقى لازم نظبط الدنيا. عملنا بقى الخلطه زي ما انا قلت لكم كانت عندي، فسهلت عليا جدا ان انا خلصت وبدات ان انا احشي بقى الكرنبيه بتاعتي. هنحشي الكرنبيه بتاعتي. وكمان زي ما انا قلت لكم كان زاد عندي شويه خلطه فمش هتترمي بقى. كان عندي بقى شويه الفلفل الرومي اللي انا قلت لكم عليهم، وكان عندي بتنجان اللي انا كنت جايباه نخلله. كنت جايبه نص كيلو بس بتنجان اسود، عشان هو مش كان في نيتي ان انا ايه هيزيد معايا خلطه. انا قلت ايه شويه الصلصه هيحشوا معايا الكرنبايه. بس الحمد لله بركه ربنا زادت، وما سمينا الله الاكل زاد ما شاء الله، فزاد شويه خلطه. فبدات ان انا حشيت كمان شويه فلفل، وحشيت طماطم. بالطماطم بتبقى مسكره قوي في المحشي. وحشيت كمان كام بتنجانيه. هنسوي بقى المحشي بتاعنا كله ونحضر الاكل بتاعنا. وفي اليوم ده انا عملت شوربه عشان كنا كلنا عندنا دور برد. كانوا شوية محشي زي العسل. طبعا المحشي في الشتاء له طعم تاني. وفعلا المحشي بتاعي الحمد لله يعني كل اللي ياكلوا مني بيطلع ما شاء الله. وبرضه انا لسه عند رأيي وهقولها لكم في كل فيديو، ان الحاجة اللي بتتعمل بحب بيبقى ليها طعم. اتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو. مع السلامة.